يا صباح الخيرات عليكم وجمعة مباركة عليكم، اللهم امين. ما تنسوش تدعوا يا بنات ان ربنا يحفظنا من صد النهضة واللي بيحصل، اللهم امين. ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا. ادعوا يا بنات كتير، ادعوا كتير ان ربنا يحفظنا يا رب ويعديها لنا على خير. اول حاجة كده بقى تعالوا نبدأ الروتين بتاعنا كله، يعني يوم كده مسحوم وحاجات كتير. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجات كتير كتير. اول حاجة هنعمل مشتريات ونعمل بيتزا وهنشيل بقى كل الحاجات دي مع بعض، وهقول لكم المشتريات والاسعار. وعايزه اقول لكم المشتريات عندي مختلفه. يعني ايه المشتريات عندي مختلفه؟ يعني في سكه تانية كده. طب ايه بتعملي ايه الجديد؟ يعني لا هقول لكم ايه الجديد. واهم حاجه اليوم كله مسحوم، يعني بجد والله العظيم اهم حاجه تشجعوني وتحطوني اللايك والسبسكرايب بتاعي. اهم حاجه انا القناه عندي لسه جديده، فاهم حاجه اختك بقى، ومش بطلب مني غير اللايك والاشتراك. تعالوا بقى نبدأ كده. هاتي بقى فنجان القهوة بتاعك لو بتشوفيني الصبح، ولو بالليل تعملي ايه؟ ما تشربيش قهوة عشان ما تسهريش زيي. خلاص، يلا بقى كده نبدأ. بصي بقى، بصي يا ست الكل، اول حاجة عايزة اقولها لك ما تعمليش زي اختك وتروحي كده تنزلي اول الشهر وتروحي تصرفي كل فلوسك. الفلوس كلها بتصرفيها. طب بتوديها فين؟ يجي جوزي كده يقول لي انتي وديتي الفلوس فين؟ اقول له صرفتيها في ايه؟ اقول له لا، ما انا جبت حاجات، انا خزنت وجبت حاجات في البيت. والله العظيم والله بيرد عليا يقول لي يا فرحتي بيكي. اللي وصل لحد هنا يقول لي والله، بيقول لي يا فرحتي بيكي. المهم، طب ايه ده؟ انتي ايه اللي انتي بتعمليه دوت؟ طب ليه بتعملي كده؟ كانت غلطة بجد. طبعا الحمد لله متجوزة بقالي 13 سنة. بس الفكرة بقى ان انا كنت ايه، اول ما باخد المصروف انزل جري اقول لا، ده انا هجيب كل الحاجة هنزل اجيبها. طبعا دي غلطة. واللي لسه بيعمل كده زيي يقول لي انا، واللي اتعلم زيي برضو يقول لي حصل. لو اتعلمتي قولي لي حصل، لو لسه بتعملي الغلط اللي انا بعمله بتاع زمان قولي لي انا. المهم بقى تعالوا نبدا في سيبك بقى من الخيبه بتاعتي دي، وتعالوا نبدا بقى. ايه البهارات دي عماله انتي تلوكي؟ ما حطيتش حاجات كتير اهو، والله انا لكيت معاكم بس ما حطيتش حاجات كتير. حطيت الصابون بتاع فيبا، كان كل حاجه انا جايباها عليها عرض. هقول لك بقى خبرتي وهقول لك بعمل ايه. بصي، رحت فتح الله، جبت الفيبا ده. طيب البهارات والعروض بتاعه الصوصات دي، لا دي من عند ماضي. لا، آلي ماضي عندنا في اسكندرية، هو اسمه آلي. في واحد ماضي والتاني اسمه آلي ماضي. المهم، البهارات دي هم 1 2 3 4 5 و5 10. ال10 دول أنا جايباهم تقريبا ب165. يعني الواحد يا بنات مش مكمل 16 جنيه ونص. فلفل اسود وكمون وايه وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. انتوا عارفين بقى. تمام تمام. المهم، وجبت الرز البسمتي ده. ده جايباه من ماركت كده عندنا بيبيع عادي، يعني عارفين مش فتح الله والكمال، لا بيبقى فيه زي محلات صغيره كده زي مثلا كازيون وكده. شبههم. بيبيعوا بس عباره عن الجبن والصوصات والحاجات دي. المهم جايبه ايه؟ جايبه الكيس الاحمر ده. كيس جبنه تركي مبشوره، وهنستخدمه دلوقتي نعمل مع بعض بيتزا. ماشي. جبنه تركي مبشوره وكيس موتزاريلا، اللي هو اللي عامل زي الجردل الصغنن ده دي بتاع دوت اسمها ايه يا ربي؟ مايونيز. تمام. المايونيز ده يعني جودة مش احسن حاجة. طيب وانت ليه يعني مش جايبة احسن حاجة؟ الاحسن حاجة دي بجيبها لو للسندوتشات. وبصراحة مش بعود يعني ولادي قوي او عيالي قوي يعني على جو ان انا اعمل لهم السندوتش واحطهم فيه مايونيز وكده. لا لا لا. عادي يعني. ده انا جايباه علشان خاطر اعمل بيه التوميه. الصوص اللي هو سلطه الزبادي بتاعت الخيار. تمام. كيس المكرونه الرويال ده، رويال دي بجد يعني فاشله. اوعوا تجيبوا مكرونه ماركت رويال دي. انا استخدمتها. حرفيا بجد يعني هي لزقت في الحله، عباره عن ميه بنشا والمكرونه مش عايزه تستوي. هي نيه بس هي مش عايزه تستوي. المهم جايبه ايه بقى؟ جايبه خميره وجايبه بيكنج باودر وفانيليا. وبصوا بقى، وانا بجيب ببقى عارفه مثلا انا عايزه بيتزا. طب هعمل حاجات البيتزا واكملها كلها. على فكره ده كده الحاجات بتاعت البيتزا والبسطرمه والجبنه التركي دول من مكان تاني خالص، وفي يوم تاني لما بيبقى فيه عرض. طيب الحاجات بتاعت فتح الله جايباها في يوم. بصي بقى، خليكي شاطره. اول الشهر حبيبه قلبي ما بيبقاش فيه عروض، صدقيني. ما تبقيش زي خيبتي كده وتنزلي اول الشهر وتجيبيها تقولي لي ايه ده؟ طب ما انت جايبه اول الشهر. لا والله انا كنت جايبه حاجات وشايلاها ومصورها لكم يعني جمعت. يعني انتوا فاهمين، انا جمعت يعني. حتى بصوا اللي شايل الكرك ده،
كان نازل عليه عرض، عايزة أقول لكم كان بكام، ب75. هو أصلًا الكيس أنا باجيبه من فتح الله ب14 جنيه تقريبًا أو 14 إلا ربع، فده استنيت لمّا كان عليه عرض ورُحت جايباه. الملح ده بقى هتقولي لي ماله الملح، الكيسة ب3 جنيه، والله هي كلها على بعضها ب9 جنيه 75 قرش، برضه كانت في العرض. أنا بصراحة المكان اللي أنا فيه بيبقى قريب مني فتح الله، كازيون، أماكن كتير يعني كده اللي هي ناس عادية يعني باشتري منها، العطارين، كل ما ألاقيهم كده حاطين حاجات ومعروضات وعليها عروض وحاجات باجيبها، أنتم فاهمين؟ والفشار ده أنا كنت جايباه من فتح الله، تمام. الحاجات اللي هتلاقوا عليها التيكت دي، دي بتاعة فتح الله. طيب الحاجات اللي هي اللي على جنب الجبن والحاجات دي، لأ دي جايباها من محل كده بيبيع جبن لوحده، سكة تانية كده بيعمل برضه عروض حلوة أوي، باستنى كده باروح له وباشتري من عنده، خلاص أنا عارفة حاجته بصراحة وضامناها باجيب منها. كل الحاجات اللي معاكم دي هنستخدمها دلوقتي في البيتزا. تمام. دي مش إيدي، دي إيد ملوكة بتساعدني بتزُق لي الحاجة كده عشان إيه، أنا ما أخشش بإيدي وأسد لكم الشاشة بتاعة الكاميرا، تمام. جبنا إيه تاني بقى، جبنا خضار. الخضار ده أنتِ جايباه ليه؟ لأ، يعني حرفيًا ما كانش في عندي خضار خالص، وبرضه ما جبتش الخضار على يوم واحد. ساعات وأنا باودّي ابني دروس أو حاجة بامشي بالاقي الشباب اللي هم بتوع اللي بيعدّوا بالتروسيكل كده، بما إننا بقى بنصحى بدري وكده، بالاقيه معدّي على الساعة 11، 12 كده، 13:00، بيبقى خلاص اللي هو عايز يمشي بقى من الشمس ويروّح بقى وكده. أخدت منه حبّة الجزر كلّهم اللي كانوا موجودين، ما كانش فيهم حاجة بايظة، هو بس كان في حجم صغير، حجم كبير، أخدتهم كلّهم. وعلى فكرة كل الحاجات دي هتشوفوها في الفيديو الجاي إن شاء الله، فرّزتها وشِلتها يعني كلّه يعني على فكرة أنا عملت كلّه في فيديو واحد، بس خلاص حسّيت إن الفيديو طوِل منّي جامد، فبجد والله الفيديو ده أنا تعبانة فيه أوي. أهم حاجة لو وصلتِ لحد هنا إيه، ما تنسيش اللايك لأختِك والاشتراك. ليه حضرتِك الاشتراك؟ عشان قُلت لكم كذا مرّة إيه، حضرتِك أنا مش قناة كبيرة، مش هتفتحي صفحة اليوتيوب هتلاقيني يعني، me and my house يعني. المهم ما تنسيش القهوة بقى. بُصّوا أنا جِبت الكوسة دي هاخد منها في حبّة فيها كده إيه المعوج شوية، اللي ما ينفعش يتقوّر، حبّة فيهم هاخدهم عشان أعملهم مثلًا شوربة خضار أو أعملهم هو جوزي كان نِفْسه بصراحة في التورلي، قُلت حبّة هاخدهم أعملهم محشي، وحابة إيه الباقي هاروح مقطّعاه وعاملة إيه، وعاملة تورلي. البتنجان ده بصراحة أنا ما كنتش هاجيب بتنجان، بس هو يا عيني الولد قال لي خُدي بتنجان كمان مش عايزة، يا ستي مش عايزة، لأ خُدي، أخدت منّه. يعني هو أنا بصراحة إيه، برضه كان بسعر كويس يعني، فربنا يرزقه ويرزقنا جميعًا. ورق العنب ده يعني في حتّة تانية بجد، اللي هو البنات يا بنات الورقة اللي هي الناعمة الحلوة، ما أخته برضه كانت بتتخمّ زمان وتروح تجيب الورقة اللي هي الخشنة دي، اللي هو كانوا يعني اللي هو نيجي ناكل نحس عارفين العروق دي اللي بتاعة الورق العنب، هي بتبقى وحشة، دي بقى المرّة دي حلوة. أول ما تلاقيه غالي كده اعرفي إن دي الورقة الحلوة. كان المفروض الربع ب40 والله ادّاه لي الربع ب30. والبنجر ده بقى المفروض كان بعرشه، والله ادّاه لي من غير عرشه. بصراحة يعني أنا ما كنتش باغصب عليه، يقول لي خدي يالّا هاقطّع لِك عرشه، يدّيني، وعمّال يدّيني في حاجات كده. المهم أخدت و وعايزة أقول لكم بقى حاجة من كتر التعب، لإن أنا الحاجات دي كلّها بعد ما خلّصت المشتريات دي كلّها، هتشوفوا بقى في الفيديو في الآخر عملت البيتزا، حطيت البصل في وشكم معلش هاشيله دلوقتي. عملت إيه تاني يا ربي، عملت البيتزا وقطّعت البصل كده باخزّنه كده بطريقة معيّنة هاوريها لكم في الآخر، والبنجر جيت عملته وصوّرته، بس أختكم من كتر ما تعبت والله صوّرته بالمشقلط كده أو اسمها إيه، بالشقلوب. يعني أنا ماسكاه تقريبًا كنت ماسكاه يمين، وقّفت التصوير وجيت أمسكه مسكته شمال، لقيت اللي هو أنتم هتلفّوا معايا، فاهمين؟ عشان خاطر اللفة دي بقى ما إيه، يعني كمّلي بقى مع أختِك عشان أختِك ضحِت في الفيديو ده. المهم بقى جِبت البسكوت دوّة، الكيس كان تقريبًا الكيسين الواحد ب30 والّا ب25 مش عارفة، الكيسين تقريبًا كانوا ب50 أو ب55، تمام. قُلت أبقى أحطّهم أحط لهم منه يعني في الlunch box لمّا بييجوا يروحوا المدرسة. الكيس تقريبًا يا بنات نُص كيلو، بس حلو أوي. إن شاء الله هاعمل لكم تارت كده بالchocolate بيبقى طعمه حلو أوي، وطريقته سهلة أوي زي اللي بيتباع برّه وأحلى، هاخلّيكِ والله العظيم محترفة فيه بإذن الله يعني، تمام. المرّة دي أنا مصوّرة معاكم في المطبخ، أنا قُلت يا بنات إيه تغيير وقولوا لي أنتم حابين تصوّروا فين. المرّة اللي فاتت عملنا زي جولة كده في البيت كلّه، الفيديو اللي فات يا رب يكون عجبكم، واللي لسه ما اتفرّجش عليه اتفرّجوا عليه، كنت عاملة لكم جولة كده في البيت حلوة وجميلة. المرّة دي بقى قُلت إيه،
ندخل بقى ايه على المطبخ والمشتريات والحاجات دي كلها. انا هنا كده ايه بعيد معاكم الحاجه اللي انا جايباها. قولوا لي ايه حاجه انا جايباها تافهه. على فكره ما تقوليليش مثلا حاجه البيتزا تافهه، لان ولادي بيحبوها جدا، وفي نفس الوقت انا جايبه الحاجه باسعار رخيصه. والله انا جايبه البسطرمه ب70، والجبنه التركي دي كنت جايباها ب55. تمام. والموتزاريلا كنت جايباها ب115. انا كده قلت معاكم ايه كل الاسعار. خلصت يا ست الكل؟ خلصت بقى ايه وجايبه بقى الطبق جنبي كده على الحرف. وطبعا البصل اللي مش هروح احطه كده زي ما هو كده كده ناشف، احطه ليه في البلكونه، وكل ما اجي اخد واحده الاقيه يفضل يوقع مني في البلكونه وكده، فاهمين؟ فلا قلت لا انا هقصه، وعندي شبكه كده بوريها لكم اهي. بحطه فيها بقى خلاص. هو نشف، هعمل ايه بالربطه؟ الكلام ده يا بنات لو لسه اخضر او حاجه، طالما هو نشف خلاص كده نضفته وشلت القشر منه. وهمسك بقى الدنيا كده ايه امرشها كده بالصابون واظبطها وكده. حطيته في الشبكه دي على فكره كانت بتاعه المسحوق. كنت جايبه الشهر اللي فات المسحوق، وكان معاه ازازه كده تقريبا بتاعه اللي هي اسمها البريكس ديت، مش عارفه اوكسي، وكان معاه بريكس اللي هو المسحوق. تمام. خلصت بقى كده ايه، قلت اغسل بقى الاحواض عشان هبدا في ايه، هبدا في البيتزا. همسح بقى الرخام واظبط الدنيا، وهبدا بايه، هبدا في البيتزا. انا قلت اغسل بقى الاحواض كلها كويس كده، وهمسك المقص اللي انا كنت بقص بيه. وشلت بقى الشبكه بتاعه البصل دي. انا مش بحطها هنا زي ما كنت، لا ده انا كنت بوريكم، بس انا باخدها وبروح احطها فين، بروح احطها في البلكونه. عارفين بقى احنا كلنا يعني ما شاء الله الشعب المصري ده معلق على طول مسامير، وكل حته تلاقي مسمار في البلكونه. كل حته تلاقي مسمار في البلكونه. فالمهم خدت الشبكه ورحت وديتها فين، وديتها في البلكونه. تعالوا بقى هنا ايه، شوفوني وانا بعمل البيتزا. بجد بتطلع تحفه 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 والله العظيم. هو تقريبا ولادي الناس كلها، انا على ايامي انا وعلى ايام ماما وجدتي وكده، الجمعه يعني سمك. هم عندهم الجمعه بيتزا، مش عارفه ليه بيحبوها قوي. على فكره ولادك يعني ما يطلبوش منك حاجه كتير غير لو هي فعلا هم حابينها. فاهمه؟ آه، بصي لو العجينه معاكي طريه وحلوه اعرفي ان البيتزا هتطلع معاكي ناجحه قوي. بصوا انا العجينه عماله تلف في ايدي ازاي يعني، وانا الفطاطري والله. طبعا كل ده بالخبره، وان شاء الله تبقي شطوره واحلى مني، وكلكم اشطر مني واحلى مني، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وعايزه اقول لكم ساعات كده بيجي علينا فتره اولادنا بيتامروا علينا، اللي هو انتي ما بتعرفيش تعملي لي بيتزا، انتي ما بتعرفيش تعملي لي ستريبس، ما بتعرفيش مش عارفه تعملي لي ناجتس. كل الحاجات دي مريت بيها. وكانوا يقعدوا يقولوا لي لا احنا عايزين سندوتشات مش عارفه الشاورما من بره، احنا عايزين ايه. لما كانوا بيجيبوا كنت بدوق يا بنات، يعني ادوق واشوف العجينه واشوف كل حاجه، لحد ما خلاص التست بتاعي يعني، اللي هو لما باجي ادوق الحاجه خلاص انا عارفه المكونات اللي جوه، اللي هو بقلد بقى، فاهمين؟ قلدوا مش مهم، توكلوا على الله. المهم بنعمل بيتزا بالايه، بيتزا بالتونه. هحط جبن معاكم، هحط جبن. هتشوفوا ايه في الاخر. انا كل اللي انا عملته حطيت في طبق صلصه، وحطيت على الصلصه كان عندي كيس فيه زعتر بالسمسم كده، حطيت عليه. بس ايه ما عملتش معاكم الخطوه دي عشان يعني الفيديو ما يطولش قوي معايا. عايزه اقول لكم الفيديو ده كان اقول لكم ايه اكتر من ساعتين او ساعتين الا ربع، بس يعني ضغطته جامد. المهم ادي بصوا حطينا الصلصه والزيتون والجبنه التركي و... وايه تاني، هي دي بس. وبعد كده في الاخر رحت حاطه علبه التونه كامله. ما تحطيش نصها ولا ربعها، لا حطيها كامله، يا تعملي بيتزا يا ما تعمليش. وبصوا في الاخر بقى ومن فوق الوش رحت حاطه الموتزاريلا. والله علشان خاطر بس السرعه هي مش مبينه، بس والله حرفيا هو ده اللي انا عملته. وانتوا بتاكلوها عايزه اقول لكم، بصوا استنوا بقى هتشوفوا انا عملت 1 2 3 وكانت الرابعه في الفرن. انا على فكره كنت عامله 5 صواني. بصي العجينه عامله ازاي، لا هي ناشفه بتتكسر مني،